معاك حاجه تكسر بيها؟ اكسر ايه؟ هتشتغل في السيلز ونازل تشتغل في المبيعات كممثل مبيعات؟ معاك حاجه تكسر بيها؟ لازم تبقى عارف ان وانت نازل تعمل زياره البيع لاي عميل من العملاء، لازم تعمل حاجه اسمها كسر حاجز الجليد. حاجز الجليد ده بيكون حاجه زي لوح التلج اللي موجود ما بين اتنين بيكلموا بعض، هم شايفين بعض بس في بروده ما بينهم. علشان نبتدي ان احنا ندخل في عمليه البيع باستفاضه ونعمل الخطوات بتاعتها بدفء، يعني عشان نعمل عمليه التواصل ما بيننا وبين العميل ونقدر ان احنا نكسبه في صفنا وفي الاخر يعني يقتنع بكلامنا ويشتري المنتج بتاعنا، لازم نكسر حاجز الجليد. طب نكسر حاجز الجليد ازاي؟ بشاكوش؟ لا، بنكسره ان احنا بنتكلم مع العميل في اي امر اجتماعي او مجتمعي او عام لا يخص عملنا بصله. نتكلم على حاجات في الفتره اللي هي بعد السلام عليكم ازاي حضرتك بعد التعارف وكده، اللي هو كل سنه وحضرتك طيب، رمضان كريم، اللي هو مثلا النهارده الجو كان لطيف قوي لان هو الجو النهارده كان حر قوي، المطر كان فظيع النهارده بره. حاجات مش في الشغل ومش في السيلز بروسيس اللي انت هتعملها او عمليه البيع اللي انت هتعملها. وكمان ابعد عن ثلاث حاجات: الدين، السياسه، الكره. الثلاث حاجات دول ما تتكلمش فيهم وانت بتكسر حاجز الجليد. كان معاكم تامر المغازي في دقيقه سلزجيه. السلام عليكم.